مدروس، بلا ما نقولوا يعني السلبيات الاخرى اللي كاين هو ان جمال بن صديق خانته اللياقه البدنيه. لكن في النزاليه الاخيره مباشره بعد ما سال النزال مع ريكو فيرهوفن، يعني خدم على راسو، طلع من الفيزيك ديالو، من اللياقه البدنيه ديالو، وخدم نزال اخير بينه هو وبين المقاتل الروماني بنجامين حيث اديكوي. أمطره الجلاد المغربي بلكماته المدمرة وأسقطه أرضا. ولكن رغم ذلك حاول المقاتل الروماني بنجامين ديكبوي النهوض من جديد ومواصلة القتال، ويا له من خطأ فادح. ففور عودته استقبله الجلاد المغربي جمال بن صديق بمجموعة لكمات من الجحيم التي أسقطته أرضا وجعلته جثة هامدة داخل الحلبة.